العضلة الخامسة من عضلات الرجلين الأمامية لدرجة إن في ناس هاجمتني عليها معرفش ليه، بس هي التي في اي أو التنسور اوف فاستس انترميديس. يعني مش عايزين نتخانق على القصة دي، الموضوع بسيط جدا وبكل بساطة ما تستريش يعني إن احنا نقعد نلقح على بعض في القصة. الموضوع سهل جدا وبسيط. لو جينا بصينا على الأبحاث الجديدة اللي موجودة في القصة ديت هنلاقي فعلا إن بعض الأبحاث صنفتها إن هي فيفس هيد وماسل بيلي عادي جدا، مش ابينيوروسيس زي ما بعض الناس بتقول. الابينيوروسيس هو نسيج كده شبه التندون، مختلف طبعا في الخصائص عن التندون، هو اللي بيمسك المصل بالبون. طبعا للاسف اللي استشهد بالقصه ديت جاب الصوره مقصوصه، ما جابش الصوره كامله. انا هنزل لك الصوره كامله، هتلاقي الابينيوروسيس بتاع التي في اي ماسك من تحت، وبعدين بعد كده المصل بيلي ذات نفسها اكتين ومايوسين يا معلم، تمام، موجود فيها، وبعدين بعد كده رابطه فوق. فهي مش ابينيوروسيس بس، لا، هي ليها مصل بيلي فوق. لما يكتب لك تي في اي ابينيوروسيس مش معناها ان هي ان التي في اي هي ابينيوروسيس لا، انت كده مش فاهم انجليزي. يعني لما اقول لك كواد تندون معناها ان الكواد كله تندون؟ لا، معناها تندون اوف كواد. فهي مكتوبه كده، هتلاقيها موجوده في الابحاث، تي في اي ابينيوروسيس او ابينيوروسيس اوف تي في اي، يعني الابينيوروسيس بتاع التي في اي، وبعدين بعد كده رايحه للتي في اي ماسل ذات نفسها، ماسل بيلي ليها اكتين ومايوسين فهي مش ابينيوروسيس. للاسف اللي بيترجم او بيقرا ما هوش فاهم انجليزي فبيترجم غلط. طيب هي الغلطه اللي وقع فيها ديت وقع فيها ليه؟ لانه قاصص الصوره بص تحت، بص تحت بس على كلمه تي في اي بين قوسين ابينيوروسيس، قال لك بس هي كده ابينيوروسيس مش ماسل بيلي. حبيبي اطلع شوف بقيه الابحاث، واطلع فوق شوف بقيه الصوره، هتلاقي مكتوب تحت كده هنا اهي، اهي ماسل بيلي، تمام. فالموضوع مش محتاج تنشنه، الموضوع بسيط. مثلا الكواد مش حد قريبي هقعد ادافع عنه مثلا اقول لا هو خمسه هو اربعه، موضوع بسيط جدا خالص. احنا بننقل العلم، بغض النظر ان العلم ده اصلا ممكن ما يبقاش مفيد لينا في التدريب، على فكره هو ممكن يبقى مفيد للناس الجراحين والناس اللي بتشتغل في الفيزيوثيرابي او الناس بتوع العلاج الطبيعي. مش كده بس، كمان انا هحط لك هنا ابحاث كتيره جدا ومراجع كتيره جدا بتاكد ان هي ماسل بيلي، بتاكد ان هي ماسلز ليها اكتين فعلا وليها مايوسين، وان هي بتنقبض وان هي بتنبسط وان هي موجوده عند جزء كبير جدا من الناس، وان هي مش طفره جينيه ولا حاجه، ولا ان هي حاجات رير ولا كذا، لا هي موجوده عند نسب كبيره جدا من الناس. ايوه مش 100% عند كل الناس، يعني ممكن تلاقي واحد عنده والتاني لا ما عندوش، علشان كده هي لا تعمم، لكن هي موجوده. خد بقى كمان، لا هم عايزين كمان يسموها العضله الخماسيه علشان خاطر تبقى هي فيفث هيد او اللي هي الخامسه. الاناتومي ممكن نكتشف فيه بعض الحاجات ويختلف ما بين شخص لشخص. مش كده وبس، كمان حاجه زي البايسبس ممكن عند بعض الناس تبقى 3 هيد مش 2 هيد، وممكن اكتر كمان. كده وبس، كمان ابتدت المواقع ان هي تعمل ابديت وتغير فيها حاجه مثلا زي كين هاب، من اكبر المواقع اللي بتتكلم عن الاناتومي، هو حاطط فعلا التي في اي من الماسلز من 3 سنين، وفي رسائل بحثيه كتير جدا عن الموضوع ده. فالموضوع فعلا بيتطور، فبلاش ان احنا نبقى متنشنين قوي كده. زي ما احنا عايزين جسمنا يبقى فيه فليكسبيليتي وموبيليتي، عايزين كمان الدماغ دي تبقى فيها فليكسبيليتي وموبيليتي عشان نقدر نستقبل بيها العلم الجديد.